يا صلاة النبي أحسن بقى. بسم الله ما شاء الله على غدانا النهاردة. غدا كله توفير التوفير والله يا جماعة، الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بتكلم على غدانا إحنا يا جماعة، أنا بقول بس يعني يمكن تاخدوا أفكار، إنما أنا ما بفرضش على حد عشان ما فيش حد يعلق لي ويقول لي بتعملي الكمية دي إزاي وكلام من ده. أنا بتكلم على غدانا إحنا بنصرف نفسنا زي ما بيقولوا. خلي بالكم أنا عملت الشيش طاووق ده يا جماعة، وحياتك يا رب ورك واحد بس، ورك فرخة واحد. أنا قطعته كده طبعا مع الفلفل كمان، ما عنديش فلفل الوان لان الفلفل الالوان معدي ال 40 جنيه. فانا عندي جايبه الفلفل البلدي العادي، بجيبه منه بجيب منه الاحمر والاخضر. فالوقت وعملت طبعا طماطم وبصل زي ما انتم شايفين كده على السياخ، وعملته كده زي الفل الحمد لله. وطبعا جايبين جرجير كمان ما شاء الله اهو. والطحينه دي انا عاملاها يا عم جماعه في البيت عندي، جبت السمسم وعملتها لانها صعبه قوي فعلا، يعني الناس بيجيبوها من بره غاليه قوي بصراحه، فانا عملتها كده. طيب ده بقى ايه؟ ده مرته يا جماعه، حتى انا غارفه هنا اهيتي. ده مرته انا عيناها في العلبه دي كده في الثلاجه. انا كنت مسيحه القشطه او وش اللبن، وعملت منه السمنه بلدي، فخدت منه المرته ديت خلاص عيناها في الثلاجه، وجبت كده الوقت غرفت في الطبق ده اهو. للمرته دي جميله طبعا، خلي بالكم كلنا بنحب المرته الحمد لله رب العالمين. والطبق الرئيسي بتاعي اللي انا بقى بعشقه هو الجبنه مع المش كده زي ما انتم شايفين، والطماطم والجرجير كده، والحمد لله رب العالمين. والعيش بتاعنا البلدي الجميل خالص اهو كده ما شاء الله. غدانا النهارده غدا بقى بقول لكم ما عملتش حاجه خالص والله، ما اشتريت اي حاجه، حتى الجرجير كان عندي ربطه الجرجير دي من امبارح. فده غدانا النهارده غدا كله توفير التوفير، اللهم لك الحمد والشكر. بنقول يا رب هو عالم بنا، بنقلب كده في ثلاجتنا في حاجتنا هنلاقي ان شاء الله، وهنلاقي اي حاجه الحمد لله رب العالمين. والحمد لله يا جماعه، احنا بس يعني هي البركه من عند ربنا والله، ما بايدنا احنا. الحمد لله. وده غدانا النهارده عملناه من ما فيش خالص، غدا جميل اهو. نتقابل بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفير. اقابلكم على خير. السلام عليكم. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد كله بركة وخير من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. هي أكلة طبعا تعتبر شتوية أكتر من هي تتعمل في الصيف، بس بصراحة طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعشق السمك عشق. فيعني كان لازم بقى اعمل منه بقى خلاص جربت كل الانواع. فانا هعمل بقى ايه؟ عملته كده الوقت السمك ده بلطي يا جماعه، عملته مقلي، وعملته كده بالكزبريه زي ما انتم شايفين، بالطماطم كده زي الفل جميل خالص ما شاء الله. طيب والرز بتاعنا بقى اللي بالشعريه اللي خلاص، وجبت جرجير كمان اهو ما شاء الله. المخلل بتاعنا يا جماعه اهو، ليمون مع شطه مع ال ال العنق بتاعت الكرنب اهو ما شاء الله. انتوا عارفين انا ما برميش حاجه خالص والحمد لله رب العالمين. فده غدانا النهارده غدا بركه من عند ربنا وخير الحمد لله يا رب. ديموا علينا نعمه واحفظوا من الزوال، اللهم لك الحمد والشكر. ان شاء الله بقى نتقابل بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفير يا رب. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. والنهارده بقى ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الله اكبر. عملنا النهارده بقى مكرونه كده بسم الله ما شاء الله. وكان عندنا لحمه مفرومه. طبعا انا بقول لكم انا كنت جايبه من اول الشهر، جبت كيلو لحمه اللي هو البرازيلي ب 240 جنيه. المهم عملتها والله حبات حبات كده في اكياس الحمد لله رب العالمين. انتوا شايفين كده عملناها خلاص عصقتها. وبعد ما عصقتها طبعا حطيتها كده لكل واحد بقى، حطيت له كل واحد طبقه طبقه، وعليه كده اللحمه المفرومه كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. والمخلل بتاعنا بقول لكم الليمون واللي احنا عاملينه والشطه كده جميل قوي الحمد لله. مش عايزين اكتر من كده. عارفين اللي هي بقى يعني زي ما بيقولوا اكله الحله الواحده. الحمد لله ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت حاجات جميله وحاجات موفره، وفي نفس الوقت كمان العيال بيحبوها قوي. فده غدانا النهارده غدا كله بركه من عند ربنا الحمد لله يا رب. يديم علينا فضله ونعمته ان شاء الله. ونتقابل بكره في يوم جديد كله خير دايما يا رب ان شاء الله. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد كله خير وبركه وتوفير الحمد لله رب العالمين. النهارده خلي بالكم انتوا فاكرين طبعا في مشترياتي من اول الشهر لما اشتريت الفراخ وقسمتها كده وقلت لكم الصدر هعمل بيه اللي هو الجزء بس اللي هو نص الصدر. قلت لكم انا هعمل بيه كفته رز. انا عملت النهارده كفته الرز اللهم صل على جمال النبي. شايفينها طعمه وجميله خالص زي ما انتم شايفين اهو. وعملت معاها طبعا رز ابيض كمان مش حطيتش شعريه. والمخلل بتاعنا بقى اللي هو
الليمون والشطه كده جميله خالص الحمد لله. وطبعا كفته الرز يا جماعه بترمي معانا كتير. انا بقول لكم من صدر واحد بس عملت والله حله ما شاء الله الله اكبر، لان بحط فيها طبعا البصل والثوم والخضره والحاجات ديتي مع الرز والحاجات دي بتدي كتير وبتدي طعم حلو وكلنا بنحبه وتغيير كمان والحمد لله، ومن ارخص ما يكون. طبعا عايزه اقول لكم شوفوا بقى انتوا الفرخه بقى لما اتقسمت كده وخدت جزء منها بس، لان طبعا ما يعني شوفوا بقى هي تبقى بكام الاكله كلها. والله يمكن ما كلفتناش، لا ما كلفتش والله، يمكن حوالي 40 جنيه او حاجه بس. الحمد لله رب العالمين. ادي غدانا بقى النهارده، غدا كله بركه من عند ربنا. ان شاء الله اقابلكم بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفيق يا رب. اقابلكم على خير. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، ويوم جديد وغدا جديد وكله خير وبركه والحمد لله رب العالمين. اللهم ديموا علينا يا رب نعمه واحفظه من الزوال. النهارده الحمد لله انا عامله مكرونه يا جماعه، مكرونه بالصلصه كده جميله زي الفل، لان انا ولادي بيحبوها قوي. وبقول لكم عامله كبده كمان. الكبده على فكره سالت عليها النهارده الراجل قال لي ده ب 150 جنيه، فانا جايبه دي نص كيلو. النص كيلو ما شاء الله طبعا حط عليه بصل ما شاء الله بكفايتي، يعني حاطه بصل كتير وحاطه فلفل وشطه كتير ما شاء الله، بيرمي معايا كتير قوي بسم الله ما شاء الله. وحاطه كمان يا جماعه عندي ليه خروف بحطها بجد بتعمل ريحه رهيبه اكنها والله يعني كبده بلدي جميله قوي بصراحه، وبتدي طعم حلو قوي. وانا بقول لكم يعني انا ماليش تقل على الكبده، بس بحبها وبشم ريحتها كفايه بقى فعلا ان هي كده اكنها كبده بلدي بالظبط. بس انا بالنسبه لي بعملها في سندوتش، ما بحبهاش بقى لا بمكرونه ولا بحاجه. فالنهارده بقول لكم ده غدانا النهارده، غدا بركه من عند ربنا خير الحمد لله يا رب. واهم حاجه ان اولادنا بيحبوه، فالحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بقى نتقابل بكره في يوم جديد وكله خير من عندك يا رب انت. الحمد لله نقابلكم دايما على خير. سلام عليكم. اللهم صل على جمال النبي. يوم جديد وغدا جديد كله بركة وخير من عند ربنا الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. النهاردة انا جبت لحمة مجمدة. انا جايبة لحمة موزة يا جماعة والله، مع اني ما بحبهاش بس بقول لكم جايباها ان ولادي بيحبوها فجبتها. وطبعا كان عندي وحطيتها كده حطيتها في اللوبيا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي. حطيتها في اللوبيا خلاص. وكمان عملت بقى من اللي سلقتها الاول. وكنت عندي انا العظمه دي يا جماعه، انا والله حبيت اصورها معاكم اهي. العظمه دي مصوره كانت عندي والله من العيد الكبير في التلاجة بعينها كده. لما يكون انا عندي لحمه تكون ماهيش دسمه بقى او ما تعمليش الشوربه كويسه، بقوم مطلعاها حاطه فيها دي. طبعا مخليه الطعم بقى اكنها لحمه بلدي بالظبط، ومخليه شوربتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وهي بماسوره واحده بعينها والله. انا بشتري على دخله العيد الكبير او حاجه عشان طبعا بيبقى موجود، وحتى لو حد بيهدينا طبعا بالذبح ولا حاجه في الاضحيه بيوزعهم. فببقى لو حد جاب لي عظم او حاجه بعينه من ضمن اللحمه بتاعتي او من ضمن الايه. وعملت لي بقى الرز بتاعنا اللي بالشعريه. وانا النهارده غدانا الحمد لله غدا بركه من عند ربنا الحمد لله. كده ان شاء الله باذن الرحمن. انا لسه عندي لوبيا يا جماعه ان شاء الله هناكلها بكره باذن الرحمن، وعندي لسه شوربه كمان. ان شاء الله اقابلكم على خير دايما باذن الله. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يوم جديد وغدا جديد كله بقى غدا التوفير كله الحمد لله رب العالمين، اللي ما بيكلفناش حاجه خالص. النهارده يا جماعه انا النهارده بقى قلت هعمل لوبيا لوبيا ناشفه. اللوبيا الناشفه زي ما انا بقول لكم بترمي معايا كتير وحلوه قوي وبجد بنحبها كلنا الحمد لله رب العالمين. عملتها كده الحمد لله. وعملت فيها البصل ده، بحب البصل يا جماعه اللي هو في الصلصه ده قوي. فعملتها كده الحمد لله، والعيال على فكره بيحبوها اكتر مني كمان. فانا بقول لكم عملتها كده الحمد لله. وسلقت بيض معاها ما شاء الله اهو. وكان عندي طبعا شوربه من امبارح انا سبتها كده والحمد لله طلعتها. عملتها كده الحمد لله رب العالمين. والرز بتاعنا بقى اللي بالشعريه والمخلل بتاعنا بقى اللي هو الزيتون ما شاء الله. كده اكله زي الفل وجميله خالص. وبقول لكم انا بحب فعلا اللوبيا دي علشان خاطر ان هي يعني من غير لحمه بتتاكل من غير او خلاص خفيفه جميله. وطبعا عشان ما فيش لحمه عملنا البيض بروتين برضو زي الفل كده الحمد لله. وده غدانا النهارده غدا توفير التوفير. ربع كيلو والله يا جماعه. الكيس كان عنده نص كيلو انا عملته على مرتين. ده ربع كيلو النهارده باذن الرحمن. عمل لي حله كبيره ما شاء الله غرفت منها كده زي ما انتم شايفين قدامكم. وده غدانا النهارده غدا كله خير وبركه ان شاء الله. نتقابل بكره في يوم جديد على خير يا رب.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يوم جديد وغدا جديد، بركة من عند ربنا وخير الحمد لله. شايفين يا جماعة السمك ابو 30 جنيه، بسم الله ما شاء الله، شايفين في حلاوته، شايفين الفص بتاعه ابيض ازاي وهو جميل ازاي اهو، وبتقشر ما شاء الله اهو اهو. والسلطة بتاعتنا الجميلة والرز بالشعرية طبعا، وجرجير كمان جبته النهارده كده وانا بجيب السمك، والبتنجان ده اللي الحمد لله كان عندي، والمخلل بتاعنا بقى اللي هو ايه، اللي هو بتاع الكرنب زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اهو، يا صلاة النبي ما شاء الله. وسمك بقى سمكة سايحة وجميلة يا جماعة والله اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله اهي، مش مستحملة، صلاة النبي صلاة النبي اهو اهو. كل ما امسك واحدة يا ما شاء الله والله اهو، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين انا ب 30 جنيه النهارده، ب 30 جنيه الكيلو بيديني كتير قوي الحمد لله رب العالمين. وانا النهارده ما كلفنيش اكلي غير 30 جنيه السمك، و5 جنيه جرجير طبعا، ربطتين بعين ربطه اللي ان شاء الله يوم تاني، وجبت نص كيلو طماطم ب 10 جنيه كده الحمد لله رب العالمين. والبتنجان كان عندي. انا غدانا النهارده غدا كله توفير التوفير الحمد لله. نقابلكم بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفير يا رب. اقابلكم على خير، السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يوم جديد وغدا جديد كله خير وبركه وتوفير الحمد لله رب العالمين. النهارده يا جماعه غدايا بقى غدا توفير التوفير، والله ما دفعناش جنيه فيه الحمد لله رب العالمين. النهارده خلي بالكم، شايفين الاكله بتاعتنا الرئيسيه بتاعتنا ديتي اللي من ده الفراخ بتاعتنا اللي كنا جايبينها في اول الشهر. دي اجنحه الفراخ يا جماعه اهي، دي الاجنحه، ودي كمان اللي هي الرقب، والكبده بتاعت الفراخ اهيتي اهي كده جميله جميله. انا تبلتها من امبارح، تبلتها من امبارح، وقمت خلاص النهارده كده عملتها كده ما شاء الله في الفرن كده في صينيه. وبعد ما اتعملت حمرتها كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين، اللهم صل على جمال النبي. ما كلفتنيش حاجه خالص، وطعمها حلو قوي بصراحه، والعيال حابينها وريحتها كفايه بقى. طبعا الرز بالشعريه الجميل بتاعنا اللي ما بنستغناش عنه ابدا. طيب الخضار بتاعنا بقى النهارده ايه؟ الخضار بتاعنا يا جماعه البطاطس ب 35 جنيه النهارده. فانا بقول لكم انا عندي حبيتين 2 بس بطاطس، وحياتك يا رب 2 وصغيرين. انا قلت خلاص لا انا خارجه ولا شاريه حاجه خالص النهارده. فنقيت البصل يا جماعه، نقيت البصل، انا عندي البصل الناعم انا جايبه كيلو ونص ب5 جنيه. فانا نقيت البصل الناعم قشرته كده، وقمت حطاه في الصلصه دي، وعملته كده ما شاء الله احسن. وعلى فكره عيالي بيحبوه موت عن البطاطس كمان، يعني انا حطيت كده بس البطاطس يعني قلت برضه يبقى يعني يمكن ما حد يتضايق، بس الحمد لله هم بيحبوها قوي. بس انا قلت خلاص هحطها واكمل ببصل. فبقول لكم ما شاء الله البصله كده على فكره لو انتوا عملتوها صدقوني مش هتسلوها ابدا. وزي ما بيقولوا يعني الحاجه بتعمل اختراع فعلا. يعني انا بنتي بتقول لي يا ماما احنا الوقت الغلا اللي احنا فيه خلانا نخترع كل حاجه. قلت لها وماله يا بنتي، مش المهم ان احنا ما نعملش حاجه غلط الحمد لله رب العالمين. فالوقتي الحمد لله عملنا الاكله ديتي، جربوها كده. انا بقول لكم بعمل توم، بشوح توم وبحط فيه البصل ده زي ما هو كده، نقيته طبعا الصغير خالص بحطه فيه، اشوحه فيه شويه، وبعد كده احط الصلصه. والبطاطس طبعا ما حطيتهاش الا في الاخر خالص كده على ما البصل قرب يستوي، علشان البطاطس ما تتهرس. وكده طالع الحمد لله طبق خضار زي الفل زي ما انتم شايفين كده. وده غدانا بقى كده غدا زي الفل النهارده، اللهم صل على جمال النبي الحمد لله رب العالمين. اما بالنسبه لاكل انا بقى النهارده طبعا ما اقدرش استغنى ابدا ابدا. انا كنت امبارح جايبه سمك مشوي يا جماعه، السمكه زي الفل اللهم صل على النبي. فاض الطبق ده مش هرميه ابدا، انا سخنته كده دلوقتي اهو بسم الله ما شاء الله. خلي بالكم عشان يقشر كده، انا سخنته في معلقه زيت زي الفل كده خلاص ما شاء الله كله بيتقشر اهو. وسمكه نظيفه اللهم صل على جمال النبي، ما اقدرش ارميها والله ما اقدر. بنتي بتقول لي ايه؟ قلت لها لا ده انا ايدي توجعني لو انا رميت السمك دي. شايفين اللهم صل على كامل النور اهي، شايفين السمكه زي الفل ازاي، وبايته كمان يعني من امبارح عندي السمكه زي الفل ازاي اهي اهي زي الفل. فالوقتي انا قلت لهم لا انا هسخن السمك، انا هاكل سمك مش هاكل فراخ ولا هاكل خضار ولا حاجه. فالحمد لله دي غدانا بقى النهارده غدا كله توفير التوفير، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بقول لكم ما خرجناش من البيت النهارده، ما اشتريناش حاجه، واللي في البيت عملناه وكله الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد. نتقابل بكره بقى في يوم جديد كله خير وبركه وتوفير يا رب. اقابلكم دايما على خير، سلام عليكم.